صباح الخير. انا لسه صاحيه. هكلمكم في الكلام اللي هو طلع اتكلم فيه، برغم ان انا كنت من يومين محسنه صورته، وكنت قاعده بقول ربنا يوفقه في حياته. ده في نفس اللايف اللي هو قال ان هي شافت بتقول العوض ومش عارف ايه وعمل وسوى. انا شكرت فيك وعملت اللي عليا. مش المفروض ان انا احب في شخص بقى في الماضي يعتبر. تاني حاجه، انا اي حاجه انت هتطلع تعملها تاني معايا بعد كده هاخد حق ايدي اللي انا ما خدتوش في الاول. ما هو الانسان دايما لما بيسيب حقه ده اللي بيحصل، دي بتبقى النتيجه. اولا كده انا هطلع اوريهم الحاجات اللي هما ما شافوهاش. ماشي، دي اول حاجه هو عملها لي. دي عضة بني ادمين، دي كده هيجيبوها كده، ما عنديش مشكله نروح طب شرعي يجيبوها. دي عضتك ليا، دي سنانك، وهنا انت حارقني بالسيجاره. تمام. ده في اكتر من خناقه هو بيتخانق معايا، مد ايده عليا، بيقل ادبه عليا، وطلعت قلت ده كذا كذا مره. طيب، كل مره اهلي كانوا بيقولوا لي رجعي وما تخربيش بيتك. طيب، لحد امبارح عماله بقول له يا ابني انا بتكلم، يقول لي لا لا مش عايز اتكلم، عمال بيف في وشي عشان هو عارف ان انا ردي، ومش عايز يرد، مش لاقي كلام يرده، عشان عارف ان هو يوصلنا لكده تاني. طيب انت شايف ان احنا نفضل رايحين جايين وانت تطلع تعمل فيديو نعمل فيديو؟ انا الموضوع ده مش هيمشي معايا. انا بنت ليا سمعتي، انا ما بحبش الحوارات. انا تعبت منك ومن الحوارات. انا تعبت من، انا نفسي اصحى وانام كده الاقي الكابوس ده خلصان. يا اما تعرفني انت عايز تعمل ايه. ما هو اللي بيعمل كده اللي بيحاول يبوظ، يعني اللي بيحاول يبوظ علاقه بنت بشخص كانت هتبقى معاه بيبقى عايزها. انت ما اعرفش انت عايز ايه. طالع بتحكي في موضوع اصلا ما عنديش مشكله تحسن من صورتك بجد. لو انت الكومنتات، انا قلت للناس وقلت للكومنتات، قلت لهم 100 مره يا جماعه اهدوا شويه، كفايه شتايم وكفايه مش عارف ايه، وما تغلطوش وما تعملوش عشان السم ده ما يجيش عليا انا. فانا عملت اللي عليا في الحته دي. تاني حاجه، زي ما انت طلعت واتكلمت وقلت ان هي قالت لي يا مهزأ وقالت لي مش عارف ايه وقت الخناقه وكل ده عشان تاكل، افتكر برضو ان انا عملت كل ده عشان بس تقعد تاكل جنبي. انا ما عملتش ده عشان مثلا انكد عليك، انا كنت عايزاك تطفح تاكل زي ما انت طلعت قلت. انما بالنسبه اللي انت بقى طلع بتتكلم فيه، انت اتكلمت ان انا قلت لك يا مهزه وان انا قلت ادبي، بس انت ما قلتش ولا ضربتها ولا قلت اديتها بالروسيه ورمت لها دماغها كده كاني بتخانق مع واحد صاحبي، ولا قلت كل ده. ولولا ضربك ليا ما كانش زماني جبت السكينه دافع عن نفسي واقول لك ابعد عني عشان اطلع بره واجري بره باب الشقه. ووقتها لما رجعت، ده بالنسبه لموضوع ايدي اللي بتقول انا ماليش ذنب وهي اتزحلقت ووقعت في الطرقه. مين اللي وقعت في الطرقه؟ انت مدخلني من باب البيت عشان كنت بشعري وقتها بجري منك، كنت مدخلني من باب البيت. الجزامه هنا ايدي مسنوده كده، والسكينه اهي انا ماسكه الخشبه هنا من تحت. انت بتقول هي ماسكاها من فوق، ايديا هي اللي هتعور او ايدي انا اللي هتتعور؟ انا ماسكه الخشبه من تحت، انت شدتها من تحت. انت بتطلع بتتكلم في ايه؟ طلع بتتكلم في ايه؟ ووقتها قلت لاهلي يحبسوك. محدش حبسك ليه؟ عشان احنا منأذيش حد ومش عايز حد يأذيك. وبتمنى لو حد شاف الفيديو ده، انا مش عايزه اذيه، انا عايزاه يسيبني في حالي. انا حقي عند ربنا، حق المنظر ده عند ربنا، مش عايزه منك حاجه. طالع بتتكلم في ايه؟ طالع بتتكلم في ايه بجد؟ بالنسبه للخيانه، انا اتخنت منك باوسخ الطرق، باوسخ الطرق. كنت لسه مأجهضه العيل اللي انت طالع بتقول رحمه ابني، لسه مأجهضه البيبي اللي في بطني، وانت قاعد بعدها مفيش باسبوع قاعد بتخوني بتكلم واحده فيديو كول بتوريك كل حاجه. يا فرحتي انت ما وريتهاش حاجه. هو انت بتتكلم ان الخيانه ان انت كنت المفروض توريها ولا ما توريهاش؟ انت في الحالتين خنت. وفي اول الجواز لما خنتني لما اكتشفت ان انت كنت بتخوني في فتره الخطوبه، ده كله كان ايه؟ انا لو رنيت عليك، انا على فكره اللي كلمته يا جماعه، كلمته رنيت عليه بعد ما اتطلقنا، كلمته اقول له انا مش مسامحاك عشان انا ممكن بسببك اظلم حد بالكلمه دي. مش ان انا ما احبوش، ان انا ممكن ابقى قاسيه، ابقى معرفش ادي مشاعر، اتدمر نفسيا، عملت كل حاجه تدمرني، مش مش اكتر. انا رنه عشان انا جوايا حاجات كده عماله بصراحه بيني وبين نفسي، وكنت بحاول اصلحها معاك. طب لما انت طالع بتتكلم في ده، اطلع اتكلم انا ايه بقى في كلامك برضو؟ انت قلت ايه وعملت ايه؟ ليه؟ انا مش زيك، انا مش عايزه حياتي فرجه زيك. انا خلاص، انا لو كانت حياتي فرجه واتفضحت في يوم من الايام بالكل الخرا اللي انا فيه ده كان بسببك انت. انا حتى اصحابي زهقوا،
صحابي القريبين مني اهالي ممكن يبعدوهم عني بسببك، بسبب كل الحوارات اللي انت حطيتني فيها. المشكله ان انت راجل تقدر تتعامل ده وتصاحب ده وتصاحب ده، انما انا بنت. عايز توصلني لايه اكتر من كده؟ عايز ايه مني؟ نفسي اعرف انت عايز ايه مني. ما هو يا عايز ترجع يا عايز بقى تخليني ايه، مشردة كده ولا زي ما بيقولوا، صح ولا ايه؟ فانا لو كلمتك وكنا بنحاول، اهلي رفضوا، وانا مش هحارب تاني. اهلي رفضوا ان انا اكون معاك عشان انت حد اذيني، حد هيني، حد مش عايز حتى يعمل حاجة عشاني. المطلوب اتكلم واقول ايه؟ في كلام تاني كتير قوي عايزه اقوله، اسكت ولا اتكلم؟ ها رد. اعتقد ان احنا نسكت وكفايه كده. وبرده في الفيديو انا ما غلطتش فيك، انا طلعت اتكلمت وقلت الحاجات اللي انت ما قلتهاش، اولهم دي واولهم دي. اهو في حد طبيعي يحرق مراته بالسيجاره؟ بيطفي يقول لي بهزار. الهزار دايما معاك كده، ده هزار. ودي برضو كانت خناقه هزار، صح؟ وده هزار، ده اكبر هزار في حياتك. انت كل حاجه واخدها بهزار. انت لا، انت ما قدرتش حتى البيت ولا حافظت عليه. ومش هتكلم في حته الايجار، ومش هتكلم في حته الشقه. تصدق وتؤمن بالله كنت ناوي اتكلم وطلعت كداب برضو. مش هتكلم. انت نضف يا عم، انت احسن. آه انا مصدومه فيك، وكل مره بتصدمني فيك اكتر. كل مره بتصدمني فيك اكتر، وكرهي ليك بيزيد اكتر. الكره هنا خلاص زاد الضعف. ما بقتش عارفه اشوفك تاني زي الاول، ومش هشوفك تاني زي الاول. وانا مبسوطه من نفسي ان انا كنت ناوي اشوف حياتي مع شخص محترم، مش اكتر. شخص عايز يقدرني ويحطني في بيت حافظ عليا. بس في الحالتين انا لا عايزه ابقى معاك ولا عايزه ابقى مع غيرك. وخلاص نويت ان انا اركز في دراستي وحياتي، وربنا معاك، لان انت اصلا بوظت لي كل حاجه. ويا رب تبقى مبسوط. انا مش عارفه انت عايز ايه، نفسي اعرف انت عايز توصل لايه. بالنسبه للفلوس واللي بتقول العاديه ومش العاديه، طلبتش منك تبعتها لي. انا قلت لك وقتها ان انا كنت عليا ديون في حاجه، كان عليا دين في حاجه. انا الحمد لله اهلي مكفيني، بس انا كنت عليا في ده، انا ما باخدش فلوس من اهلي. كان عليا دين في حاجه، وقتها قلت لي لو محتاجه حاجه قول لي. قلت لك مش محتاجه حاجه، قمت انت بعت لي دول، قلت لي هديتك ومش عارف ايه. قلت لك ما انا ما طلبت منك حاجه، ما طلبتش منك اي حاجه. عايز فلوسك خدها. مع ان انت شايف ان انا لما كنت متجوزاك ما اعتقدش ان كان في بينا حسبه الفلوس دي خالص خالص تماما. فمش انت اللي تتكلم على فلوس ومش عارف ايه والجو ده مش لايق عليك انت. مش انت خالص. انت اخر حد توقع منه يعمل فيديو 12 دقيقة زي كول برضو بتاعت البنت اللي خفتني معاها، اللي كانت 11 دقيقة برضو كده. مش عارفة ايه حبك في ال 12 دقيقة وال 11 دقيقة دول. غيرهم طيب، يعني خليهم مثلا اقل اكتر. جدد المحتوى.